تعلموها للأجيال الجديدة؟ تفضل. هي جمعية البشترزية واحدة من الجمعيات اللي تقطن بمدينة قليعة. يعني في مدينة قليعة كانت 3 جمعيات أندلسية. نعم. دار الغناطية هي الجمعية الأولى. نعم. تأسست أقدم. 72. أقدم، وأنا كنت تلميذ عندهم قبل ما نكون في جمعية البشترزية. وجمعية البشترزية تأسست في 92، وجمعية الفن الأصيل تأسست في 98. وجمعية البشترزية منذ تأسيسها يعني كونت مئات ومئات من التلاميذ. صحيح. كاين اللي راهم دوك امهات بولادهم، وجابوا لنا حتى اولادهم يعني من بعد اللي هما تعلموا وكبروا ولاو يربيوا صحيح. اولادهم، جابوهم لنا رانا نكملوا في المشوار نتاعنا. منذ تأسيس جمعية البشترزية يعني في 92 كنا شاركنا في عدة تظاهرات ثقافية وطنية وولائية دولية، وكان هذا يعني بفضل جهود تاع المكونين وجهود تاع المسؤولين اللي واقفين على الجمعية. الحمد لله احنا نعم. من بين الجمعيات كما يقول لك البارزه الناشطه في المشهد الثقافي الجزائري. الله يسلمك. كنتوا مؤخرا في احتفاليتكم 30 كرمتوا احد الاسماء الكبيره محمد امين عاشور الله يرحمه اللي قدم في الجمعيه. طيب مستقبلا ما هي طموحاتكم في هذا المجال؟ ما هي الاهداف المسطره دائما في اطار غرس هذا الفن التراثي للاجيال؟ شوفي والله لما نشوف باللي منذ سقوط غرناطه من 1492 الى يومنا هذا مازال هذا الفن ناس واقفين عليه ويتعلموا، والشيء اللي يعني هو اللي كما يقول لك يكورجنا يعني هو كي نشوفوا الاقبال تاع الاولياء يجيبوا اولادهم وكاع. احنا نقولوا الفن هذا راهو بخير. نعم. ولازم نزيدوا نديروا مجهود اكثر باش يعني يترقى هذا الفن ويصبح ان شاء الله يا رب فن راقي وعنده صدى في كل مكان. ان شاء الله. احنا هذا هو الهدف تاعنا، هو ان نفرحوا كي نشوفوا هذا الاطفال هذول البراعم هما فرحانين وناجحين، هذا هو الشيء اللي فرحنا. اكيد راح تشاركوا الاسبوع المقبل باندلسيات براعم طبعا تيبازا. راكم مع التحضيرات ناشطين محضرين نفسكم ان شاء الله. الاحد المقبل تدخلوا بقوه ان شاء الله، يكون فيها احد الالقاب في المسابقه. كل التوفيق لهم ان شاء الله. كل توفيق لكم، وان شاء الله نلقاوكم في اعداد اخرى علاش لا دائما في نشاطاتكم الثقافيه والفنيه. ان شاء الله. الله يسلمك. ميرسي. شكرا. الله ينورك. شكرا يعطيك الصحه. اذا مشاهدينا برنامجنا لا يزال متواصل. بعد قليل زميلتنا آية صوفيا بعد الفاصل، وركن طبعا نوابغ الجزائر، ونابغه هي ضيفتها نتعرفوا عليها بعد الفاصل. من القلب دواه طبل القلب دواه يا علاج الخطر سلطاني، بغيت حسنك وبهاك في المنام نشوفك بعياني. هي مام الله يا لغوتي بلاك تنساني. هي مام الله هي مام الله. ابو مدين حبيت في المنام نشوفك بتمامي. انا طوف معاك البيت مع الرسول المصطفى الهادي. حملي طايح بقيت عليك دورك وانت اعتمادي. قصدك ضيف الله قصدك ضيف الله. قصدك ضيف الله رب تحت جناحك فرعاني. بان سرك مع اهلك يمنع من وجاني. هي مام الله يا لغوتي بلاك تنساني.
هي ماما الله هي ماما الله. كل من قصدك من عسلكتو يا تعنيس الخاطر، شعشع فاض موجو من سوس الماصر. أنا جيتك طمع بغيت نغرف من بحرك ياسر، من قصد شيخنا من قاصد شيخنا. قصد شيخ غناها عساكنتها يا سلطاني، جايب مكة في الجهة والرسول العربي العدناني. هي ماما الله يا لغوتي بلاك تنساني. هي ماما الله هي ماما الله. هذا النغم وهذا المديح بصوت الفنان نوري الكوفي مهدى لكل متابعي البرنامج أوفياء برنامج صباح الخير يا جزائر. طبعا أجدد التحية من يتابعنا الآن، أحلى وأجمل تحية صباحية. ونستقبل الآن بعد الفاصل ركن نوابغ الجزائر مع زميلتنا آية صوفيا بعد الفاصل. إذا مشاهدينا معنا آية صوفيا. صباح الخير آية. أهلا وسهلا بك حياة. كيف أحوالك؟ وش راكي لاباس؟ الحمد لله بخير. كيف أحوالك وضيفتك؟ الحمد لله لاباس يعيشك. صباح النور والسرور وصباح البهجة وصباح الجمعة إن شاء الله دائما يا رب نكونوا بخير ونستقبلوا نوابغ الجزائرية وعلمائنا اللي قدموا الكثير من أجل أن تحيا الجزائر نابغة وأولادها في قمة النجاح والاستمرار. نقول اليوم أنه علم الجيوماتكس هو اسم عالمي يطلق على العلوم والتقنيات المتعلقة بالبيانات بهيئتها الرقمية، شاملا جمع المعلومات العمرانية والمعالجة والتحليل والعرض وتكوين الخرائط وقياس إدارة البيانات العمرانية والجغرافية كذلك والاستشعار عن بعد. منال نيلي ضيفتي لنهار اليوم، دكتورة في الجيوماتيك، ممثلة الشبكة الإفريقية للمختصين